في بداية فيلمنا بنسمع صوت بيحكي إن قبل الفيضان الكبير اللي غطى كوكب الأرض بدأت تحصل أحداث كتيرة صعبة جدا، ولكن إحنا بقى مهتمين بقصة معينة كده، ودي واحدة من ضمن قصص كتير جدا بقت خرافة على مدار السنين. وبنعرف إن في وقت ما كده العالم كان بيحكمه مخلوقات من أبعاد تانية وكانوا معروفين باسم الحكام القدماء، وكوكب الأرض عاش وقتها فترة حكم مظلمة جدا. وفي قصر كده على جزيرة ماينس كل الناس اللي كانت في المملكة كانوا بيعبدوا الأصنام، وخصوصا التيران اللي كانوا بيعتبروها مخلوقات قوية جدا. وبعدها الإمبراطورية المظلمة دي كبرت قوي وكبر معاها الطمع والجشع، ده غير كمان الشر والجنون اللي سيطروا على البشر. والرجالة كان بيسيطر عليهم الأفكار الشيطانية دي، وكانوا بيضحوا بالأميرة للطور الحاكم، وده نتج عنه مخلوق صغير كده واللي خلى الإمبراطورية المظلمة دي تبقى أقوى. والمخلوق ده كان كل ما بيكبر معاه جوعه كمان. وبعدها الوحش اتحط في متاهة علشان يقدروا يتحكموا فيه. وفي وقت معين كده نزل قانون جديد في إمبراطورية ماينس بسبب قتل أمير في المملكة، والقانون ده كان بينص على إن كل 3 سنين هياخدوا 8 أشخاص من بيوتهم وهيحطوهم في متاهة الوحش علشان يضحوا بيهم. وفي وقت ما بيقرب ميعاد التضحية ال50 للوحش ده بنلاقي واحد اسمه ثيو، وبنشوفه بيربي قطيع من الغنم ومعاه صاحبه دانو. ولكن وهم ماشيين بيلاقوا حد لابس عباية كده من بعيد، ودانو بيقول إن باباه قال له إن الراجل ده فال وحش وإن كل ما حد يشوفه لازم يحصل حاجة بعدها وحشة. ولما ثيو بيرجع الخيمة بيحكي لباباه عن اللي شافه في الغابة وهو مع دانو، وبيقول له كمان قد إيه هو مفتقد حبيبته اللي أخدوها يضحوا بيها للوحش. وبيسأل باباه هم هيقعدوا يقتلوا في كام واحد تاني علشان يرضوا الوحش ده وينتقموا للأمير اللي مات من زمان. وهنا بيحاول باباه إنه يواسيه، ولكن ثيو بيكون متغاظ على الآخر. وفي الوقت ده دانو بيروح وبيتكلم مع حبيبته مورنا وبيعترف لها إنه خايف يخسرها لما الجنود يجوا. وفي اللحظة دي بيتجمع شوية رجالة من القرية ومعاهم أبو ثيو، وبنفهم بقى انه يبقى قائد المكان ده، وبيتناقشوا في انهم يبعتوا حد يقتل الوحش ده او يقاتلوا علشان يحموا اولادهم من انهم يتاخدوا للوحش. وبيقولوا انهم لو عملوا كده الناس مش هتخاف تاني. وواحد من الرجاله بيسال هم ليه ما يسلموش ثيو من بين ال8 شباب اللي بيتضحى بيهم. فالقائد بيقول انه ما يقدرش يعمل كده علشان ثيو يبقى ابنه، وطبعا هيورث القياده من بعده. وفي يوم ثيو بيشوف ذئاب بتقرب من الخرفان بتاعته من بعيد، بيجري عليهم علشان ينقذهم، ولكن للأسف بيتأخر. وقبل ما بيوصل واحد من الخرفان بيتقتل. ووقتها ثيو بيلاقي واحد من الذئاب لسه موجود، ولكن بيجري من هناك وثيو بيجري وراه. بس هو بيجري بيلاقي شجرة محفور عليها علامة غريبة، وهو بيبص حواليه بيلاقي مدخل الكهف اللي عايش فيه الراجل أبو عباية الغامض اللي شافه قبل كده. فثيو بيروح له وبيدخل الكهف وبيلاقي إن اللي كان لابس عباية ده عبارة عن ست عجوزة أصلا، والذئب كمان بيكون قاعد جنبها. فثيو بيتكلم معاها عن العلامة اللي موجودة على الشجرة دي، وبيقول لها انه عارف العلامة دي لان النص التاني اللي بيكملها موجود معاه هو. وساعتها بيوريها الميدالية المكسورة اللي لابسها في رقبته، وبيقول لها ان النص التاني من الميدالية دي مع البنت اللي بيحبها واللي اخدوها علشان يضحوا بيها للوحش. فالست بتقول له انهم اخدوا البنت ولكن ما ضحوش بيها، وبتقول له انها موجودة في المتاهة اللي تحت القصر. ولكن ثيو مش بيصدق الست العجوزة دي. فالست بتقول له انه علشان ينقذ حبيبته محتاج يقتل الوحش ده والمعروف باسم الميناتور. وطول الليل ثيو بيقعد يفكر في حبيبته اللي اخدوها منه. وتاني يوم الصبح بابا بيصحيه وبيقول له ياخد الغنم ويمشي لان الجنود جايين بعد شوية. فثيو بيقول له انه اتكلم مع الست العجوزة اللي في الكهف وانها قالت له ان البنت اللي بيحبها لسه عايشة. وبيقول كمان انه لو عايز يشوفها تاني فلازم يقتل الميناتور. ولكن بابا بيتعصب وبيقول له ان الست العجوزة دي بتقول مجرد تخاريف وخلاص. وبيعرفه كمان انه ما ينفعش يعمل الهبل ده علشان الميناتور ما حدش يقدر يقتله لحد يومنا ده. وفي اليوم ده بيشوفوا سفن الامبراطورية وهي جاية من بعيد. وبالليل بيوصلوا للقرية وبياخدوا الشباب، وثيو بيكون قاعد في الجبال زي ما بابا قال له، ولكن مش بيقدر يبطل تفكير في كلام الست العجوزة. وفي الوقت ده الجنود بيبقوا بيقتحموا الخيم وبياخدوا الشباب
الشباب اللي بيلاقوهم، وثيو بيبقى قاعد بيفكر لسه وبيفتكر حبيبته اللي أخدوها منه، فبيقوم مرة واحدة وبياخدها جري لحد القرية. وأثناء والجنود وهم ماشيين ومعاهم ال8 شباب اللي محتاجينهم، بنلاقي ثيو بيوصل وبيشتت انتباه واحد من الجنود وبياخد مكان واحدة من البنات اللي واخدينها من غير ما أي حد يلاحظ. وفي الوقت ده أبو ثيو بيشوف اللي حصل وبيكون زعلان جدا على الشباب اللي اتاخدوا، وهو أصلا ما عندوش فكرة إن ابنه بقى وسط الشباب دول. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الشباب وهم محطوطين في قفص حديد كبير، ودانو بيلاحظ إن في واحد منهم متكلفت ببطانية، ولما بيروح وبيطمن عليه بيلاقيه صاحبه ثيو. وبعد شوية ثيو بيتكلم مع واحد من الشباب اسمه تايرو، واللي مفيش عمار بينهم وبين بعض، وبيقول له انه يقتل الوحش ده. ولكن تايرو مش بيصدق ان في واحد منهم يقدر يقتل الوحش ده، مع ان هما الاتنين اصلا بيتمنوا نفس الحاجة. وبنلاقي ان كل واحد من الشباب عنده معتقداته الخاصة عن الوحش ده، وواحدة منهم بتكون مقتنعة انهم المفروض يكونوا فخورين باللي بيعملوه ده. واول ما بيوصلوا للإمبراطورية المظلمة بيتاخدوا للإمبراطور ديوكليون، واللي بيأمر الجنود إنهم يبدأوا التضحية على طول وياخدوا بنتين بس في الأول. وبنلاقي إنه قدام الكرسي بتاعه في حفرة متغطية بقضبان حديد تخينة جدا، واللي المفروض هيحدفوا منها الشباب. ولكن قبل ما ديوكليون يرمي البنات، ثيو بيقول إن البنات مش هيعجبوا الوحش ده، ولكن ديوكليون بيأمره إنه يسكت، وبينادي على أميرة المملكة. وساعتها بياخد جمجمة حيوان وبيخليها تشم الدخان اللي خارج منها. فالأميرة بتروح للبنتين وبتخدرهم علشان يرموهم للوحش بكل سهولة. وهنا بنشوف القضبان الحديد وهي بتتفتح. أما ديكليون بقى فبيستفز الوحش اللي ما بيرضاش يظهر في البداية، بس بعدين بيجي وبنشوف خيال القرون بتاعته، وبعدها صوت زئيره بيهز المكان كله. وفي اللحظة دي ثيو وتايرو بيقرروا يستغلوا الفرصة ويهجموا على الجنود، ولكن للأسف بيفشلوا والجنود بيهزموهم بسرعة. ووقتها الأميرة بتأمر الجنود إنهم ياخدوا البنتين من عند الحفرة. أما ديكليون بقى فبيأمر الرجالة إنهم يجهزوا الحفرة لأنهم هيرموا 8 شباب مرة واحدة، وبعدها بيزعق للأميرة علشان اتكلمت. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الشباب وهم بيتحجزوا في مكان كده لحد ما الجنود بييجوا وبياخدوهم وبيضحوا بيهم. وبعد كده بنشوف الأميرة وهي بتتكلم بصوت واطي خالص مع واحدة من الخدم بتاعها، وبتقول لها تجيب لها ثيو لأن الساحرة العجوزة كانت حذرتها وقالت لها إنه هيجي. ولما الأميرة رافاييلا بتحبسه في أوضتها، ثيو بيهجم عليها. وقتها رافاييلا بتقول له إنها عايزاه يساعدها تخرج من المكان ده، بس كل ده ديكليون بيسمعه وبيشوفه. وقتها رافاييلا بتقول له على البنت اللي جت المرة اللي فاتت واللي لسه ما ماتتش، وبتطلع هي دي حبيبة ثيو. فرافاييلا بتقول له ينقذها وفي المقابل هي هتساعده. وفي اللحظة دي ديكليون بيجي ومعاه رجالته وبيأمرهم إنهم يحبسوا ثيو، ولكن ثيو بيحاول يدافع عن نفسه بس بيتمسك في الآخر. وبعدها ديكليون بيهدد رافاييلا وبيقول لرجالته يرموا ثيو في الحفرة بتاعة الوحش. وبعدها الجنود بيروحوا وبياخدوا باقي الشباب. وبعد ما ثيو بيترمي في الحفرة، الشباب كلهم بينزلوا المتاهة واحد واحد بس من فتحات مختلفة متنطورة كده في القصر. وثيو بيسمع صوت صريخ أصحابه في الحفرة وهو بينتشر في كل مكان وما بيبقاش عارف يعمل ايه. وبعدها بيسمع صوت نفس تقيل ووراه صوت زئير مرعب، والوحش بيكون بيجري على أول ضحية ليه علشان ياكلها. وأول ضحية بتبقى البنت اللي كانت بتقول إن اللي بيعملوه ده واجب عليهم. وللأسف صوت صريخها بينتشر في المتاهة كلها. وبعد كده ثيو بيبقى بيتمشى في المتاهة وبيشم ريحة غريبة جدا جاية من بين الصخور، فبيفهم إن نوع من أنواع الغاز وشبه اللي ديوكليون استخدمه في الجمجمة. وبعد ما ثيو بيشم الغاز ده بيقعد يهلوس وبيتخيل إن حبيبته قدامه، بس بعدها بيسمع صوت زي صوت صخور كده جاي من آخر النفق. ولما بيروح هناك بيلاقيها مورنا واللي ما بتعرفش تتكلم، وبتستخدم الصوت ده علشان أصحابها يمشوا وراه ويوصلوا لها زي ما حصل مع ثيو كده. ولما بتتكلم معاه بلغة الإشارة ثيو مش بيفهمها، وفجأة بيسمعوا صوت صريخ فبيجروا ناحية الصوت ده علشان ينقذوا صاحبتهم. وفي الناحية التانية بنشوف دانا واللي بتكون مرعوبة على الآخر وبتنادي على أي حد علشان يساعدها. ولما بتحرك الصخور اللي قدامها علشان تهرب بتلاقي جثة متحللة،
فبتترعب أكتر وبتقعد تصوت. ومرة واحدة دانو بيجيلها، ولكن فينا بتصرخ أكتر من الخضة. وفي اللحظة دي ثيو ومارنا بيوصلوا لهم، والأربعة بيبدأوا يفكروا هيعملوا إيه. وفينا بتقول لهم إنها عايزة تخرج من المكان ده في أقرب وقت، بس الباقي بيقولوا لها إنهم لازم يدوروا على الباقي الأول، حتى وهم مش عارفين إذا كانوا عايشين ولا لأ. وفي الوقت ده رافاييلا بتتاخد لأوضة ديك ليون علشان يكتب عليها، ولكن هي أول ما بتشوف واحدة من الحفر مفتوحة بتجري وبتقف عليها، وبتقول إنها عندها استعداد تضحي بنفسها للوحش ولا إنها تتجوز ديوكليون. وفي الناحية التانية ثيو وأصحابه بيوصلوا للمكان اللي البنت اتقتلت فيه، وبيلاقوا دم في كل مكان وبواقي هدومها، وبيشوفوا كمان أثر رجلين الوحش الضخم ده. بس وهم بيحاولوا يخمنوا هو حجمه قد إيه، تايرو بيجي وبيحط ايده على بق دانو فجأة وبيقول للباقي يفضلوا ساكتين، وده لأن الوحش قرب منهم، وبيقول لهم إنه هيقتل الوحش بنفسه ولكن محتاج حد يستخدمه كطعم. فثيو بيقرر يبقى هو الطعم ده، والباقي بيستخبوا على جنب وهم ماسكين الأسلحة من الحاجات اللي لقوها في وشهم، وبيستنوا الوحش يقرب علشان يهجموا عليه. وبعد شوية بيلاقوا حاجة بتقرب، فالكل بينط عليها علشان يقتلوها، ولكن بيلاقوها رافاييلا في الآخر، وبتقول لهم إنها جاية تساعدهم، وبتعرفهم إنها عارفة الطريق وإزاي هتطلعهم من هنا، وإن المساعدة بتاعتها واقفة هناك مستنياهم. بس فينا ما بتبقاش واثقة فيها وبتقرر إنها تمشي، بس ثيو بيطلب منها ما تمشيش، ولكن هي بتبدأ تتخانق معاهم كلهم، وبتقول لهم إنها مش فارق معاها أي حد أصلا، وبتقول إنها مكسوفة أصلا إنها اتولدت في القرية دي لأن هي السبب في كل اللي بيحصل لهم. وأثناء ما كانت بتبرطم كده الوحش بيجي من ظهرها وبيقتلها بقرن من قرونه، والكل أول ما بيشوفوه بيطلعوا يجروا. وبعد ما بيبعدوا شوية بيلاقوا صاحبتهم ديدي واللي بتكون فاقدة وعيها، ولكن رافاييلا بتساعدها تفوق وبيكملوا طريقهم ناحية المخرج اللي رافاييلا بتقول عليه. وفي وقت ما المساعدة بتاعتها بتكون واقفة مستنياهم على الباب، ديوكليون بيجي وبيقتلها، وبعدها بيوصلوا للباب أخيرا، ورافاييلا بتنادي المساعدة بتاعتها علشان تفتح لهم الباب، ولكن محدش بيرد عليها، فبيبدأوا يخافوا وبيحاولوا يكسروا الباب، خصوصا لما بيسمعوا صوت الوحش بيقرب. وللأسف مش بيلحقوا يهربوا، وبيلاقوا الوحش الضخم وهو جاي يجري عليهم وبيضرب واحد من الشباب، وبيظهر كمان بصوت عالي، وبعدها بيقتل ضحيته الجديدة باستخدام قرونه، وبيقعد كمان يمرجحوا يمين وشمال. فثيو ودانو ومورنا بيجروا في نفس الاتجاه، أما رافاييلا بقى فبتتزنق ومش بتقدر تهرب معاهم، وديدي وتايرون بيهربوا لمكان بعيد في المتاهة، وهنا بيلاقوا مية قدامهم فبيشربوا منها علشان يرووا عطشهم. وفي الناحية التانية ثيو والباقي بيجروا بلا هدف لحد ما بيلاقوا في وشهم راجل غريب، واللي بيقول لهم إنه بقاله كتير قوي هنا وعايش على أكل الفئران والحشرات، وبيقول لهم يمشوا وراه وهو هياخدهم لمكان آمن. وبنعرف إن الراجل ده اسمه توراج، وبعد كده بياخدهم لفتحة صغيرة بين الصخور وبيوريهم الخريطة الصغيرة اللي عاملها للمكان لأنه بقاله هنا كتير قوي. ومن كلامه الراجل بيبقى شكله كده مجنون وبيقعد يقول في أي تخاريف وخلاص، بس وسط كلامه بيقول معلومات مهمة زي إن المخلوق ده لما بينام يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. وساعتها ثيو بيركز قوي في كلامه. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي إن رافاييلا لسه عايشة وهربت من الوحش وكانت ماشية في المتاهة، وفي الناحية التانية ديوكليون بيبقى بيزعق في المخلوق وهو واقف عند واحدة من الفتحات، وبيقول إنه هينزل ياخد رافاييلا منه. وبنشوف ابن المتهورة ده وهو داخل من باب المتاهة وبيفتحه، وفي الوقت ده ثيو بيكون مقتنع إن فينا لسه عايشة، فبيهدد توراج علشان يقول له على مكانها، وده لأنه اقتنع خلاص إن بما إن توراج عايش هنا بقاله كتير فمعنى كده إنه عارف. بس صوت زعيقهم وخناقهم مع بعض بيلفت انتباه الوحش، فبيروح لهم المكان اللي هم فيه وبيبدأ يزق في الأحجار علشان يهد المكان. بس في اللحظة دي بيسمع صوت ديوكليون وهو بينادي على رافاييلا وبيروح له، ولما ديوكليون الجبان بيسمع صوت الوحش وهو بيقرب بيخرج من الباب على طول وبيسيب الجندي اللي أخده معاه واللي الوحش بيبلعه أول ما بيشوفه. وفي الناحية التانية
ثيو بيقعد يضغط على توراج علشان يقوله على مكان حبيبته، ولما بيلاقي قدامه السلسلة اللي فيها الميدالية اللي اداها لها بيقتنع أكتر إنها لسه عايشة، فبياخد الخريطة اللي توراج عاملها وبيجبره يقوله على مكانها. وبعد ما توراج بيشاور له على مكان معين ثيو بيقرر يروح هناك. وفي الوقت ده ديدي وتايرو بيبقوا لسه ماشيين بلا هدف، وواحدة واحدة بيبدأوا يعجبوا بعض، وتايرو بيوعدها إنه هيخرجها من المكان ده. فبيوصلوا لواحد من المداخل بتاعة القصر وبيقرروا يطلعوا. وبعد ما تايرو بيطلع لفوق وبيوصل للقضبان الحديد بيقول لديدي تطلع وراه وتمسك ايده، بس وهي بتطلع على الحيطة الوحش بيوصل وبيقف تحتهم. ومع ان تايرو بيقول لها ما تبصش لتحت، ولكن ديدي ما بتسمعش الكلام وللأسف بتبص لتحت، ولما بتشوف الوحش بتقعد تصرخ، وده بيلفت انتباه الوحش جدا. وللأسف البنت ما بتقدرش تمسك أعصابها وبتقع على قرون الوحش. وفي وقت ما ثيو بيبقى بيتمشى في المتاهة بيبدأ يسمع صوت حبيبته واللي فجأة بتظهر قدامه، فثيو بيفرح جدا وبيجري عليها وبيشوفها وبيحضنها، بس للأسف بيفوق وبيلاقي إنه بيحضن الهيكل العظمي بتاعها. وهنا بيستوعب إنه المفروض دلوقتي يساعد صحابه اللي محتاجينه، فبيمشي وبيروح وبيدور على دانو وباقي أصحابه. وفي نفس اللحظة دي دانو بيطلب من مورنا إنها ترجع تستخبى في المخبأ بتاع تراج، أما هو فبيروح وبيدور على ثيو، ولما بيلاقي خيال قدامه بينادي عليه، بس وقتها بيلاحظ ان في حاجة غلط، فبيقرب علشان يشوف اوضح وبيلاقي ان ده خيال الوحش اللي جاي يقتله خلاص. ولما بيفهم انه مش هيلحق يهرب بينادي على ثيو وبيقول له ياخد باله من مورنا. وفي الوقت ده ثيو بيبقى سامع صوت صاحبه جاي من كل الاتجاهات ومش عارف يروح فين ولا يجي منين، وهنا بيسمع صوت صريخه والوحش بيقتله، وده بيخليه يتغاظ على الاخر وبيرمي الميدالية المعدن في الحيطة، ولكن ده بيخليها تعمل شرارة والشرارة دي بتولع نار. والمنظر ده بيدي ثيو امل انهم يخرجوا من المكان ده عايشين. وبعدها رافاييلا بتجيله وبتحكيله حقيقة الميناتور وسبب التضحية كمان، وبتقوله ان اللي قتل الامير هو الميناتور، وعلشان يداروا على الفضيحة دي اخترعوا ان السبب في كده هو راجل من قرية ثيو، وده طبعا علشان يجبروا اهل القرية انهم يقدموا تضحيات مقابل اللي حصل ده. ورافاييلا بتشجع ثيو انه يقاتل الوحش ده ويهزمه، وبتاخده كمان لمصدر الغاز علشان يفوق للي جاي، بس هم هناك الوحش بيطب عليهم وبيزقر جامد. وفي اللحظة دي تايرو كمان بيجي وبيكون متغاظ وزعلان على خسارته لديدي، وبيقول لثيو يهرب وبيهجم هو على الوحش، ولكن الوحش بيغز هو كمان بقرونه، ولكن تايرون بيفضل يقاتل فيه برضه. وفي الوقت ده ثيو بيسيب رافاييلا في مكان امان وبيقول لها تستخبى تحت المية لما الوحش يظهر، اما هو بقى فبيرجع للوحش علشان يقتله، ولما بيوصل مش بيقدر ينقذ تايرون خلاص علشان بيكون مات. فثيو بيقعد يزعق وبينادي على الوحش علشان يروح له، وفعلا الوحش بيجي وبيهجم على ثيو، ولكن ثيو بينط على اخر لحظة وبيتفادى الضربة، وبيخلي الوحش كمان يخبطه في الحيطة ويفتح مساحة اكتر للغاز. وبعدها الوحش بيقوم وهو دايخ من الغاز وجزء من القرن بتاعه بيكون اتكسر، وثيو بيدور على الميدالية اللي معاه علشان يولع النار، ولكن بيلاحظ ان الميدالية متشعلقة في قرن الوحش، ولان الوحش بيكون لسه دايخ فبيجري في اتجاه تاني، وثيو بيقوم ناطط عليه وبياخد منه الميدالية. وبعد ما بياخدها الوحش بيشوف ثيو وهو راجع تاني لنفس المكان، فبيلف وبيطارده من تاني، ولكن ثيو بيغير طريقه وبيروح لرافاييلا علشان يقدر يهرب من النار. وطول ما هو ماشي بيقعد يضرب بالميدالية في الحيطة لحد ما بيعمل شرارة أخيرا، وبعدها على طول النار بتملى المكان وثيو بيوصل لرافاييلا على آخر لحظة، ووقتها الوحش بيولع وبيموت، والانفجار بيكون قوي جدا لدرجة انه بيخرج من تحت وبيطلع للقصر، والنار كمان بتوصل لديوكليون. وفي الناحية التانية ثيو ورافاييلا بيهربوا من تحت المية، وديوكليون والخدم بتوعه بيموتوا بسبب الانفجار وتمثال الثور اللي بيقع عليهم. وبعدها ثيو ورافاييلا بيخرجوا من المية وهم لسه
لسه خايفين من الوحش، وفجأة بيسمعوا صوت رجلين بتتحرك وراهم وبيلاقوا إن الميناتور لسه عايش ولكن متصاب جامد جدا. وأول ما بيشوف ثيو بيهجم عليه، بس في اللحظة دي ثيو بيلمح القرن المكسور واقع على جنب، فبياخده وبيرشقه في بق الوحش على طول، ولكن الوحش بيهجم عليه جامد وبيزقه لحد ما بيخبطه في الحيط، وده بيخلي القرن يخترق جسم الوحش ويخلص عليه. وبعدها ثيو ورافاييلا بيدوروا على أي مخرج من المتاهة دي، بس هما في الطريق ثيو بيلاقي مورنا وتوراج لسه مستخبيين، فبينادي عليهم وبياخدهم معاه. وفي الطريق المكان كله بيبقى بينهار، والشباب بيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا مخرج وبيشوفوا قدامهم نور الشمس، فبيلاقوا نفسهم في القاعة الرئيسية، وديوكليون بيبقى متدشمل على الآخر ولكن لسه عايش. فرافاييلا بتروح له وبتخنقه علشان تضمن حياة ومستقبل أحسن للناس. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات جديدة. سلام.